السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي لي كاب كيك. وصفة بزاف هايلة واقتصادية، وتحضر في دقائق، ماشي صعيبة كامل. وراح نحضر هاد لي كاب كيك بالمساعدة تاع بناتي بما انهم في لي فاكونس. هكذا نحاولوا نغيروا لهم لي زاكتيفيتي، وتبقى حاجه بزاف هايله راح يستمتعوا بها سيرتو البنات. كما نعرفوا انه البنات يبغوا الطياب بيتو. قعدوا معايا حتى لاخر الفيديو، شوفوا معايا الوصفه بالتفصيل، وبلا ما تنساو كذلك البنات خليوا لي عدد اكبر من اللي جام على هذا الفيديو. اول حاجه قبل ما نبداو التحضير تاع لي كاب كيك تاعنا، راح نسخنوا الفور تاعنا، وراح نحضروا الصينيه اللي نديروا فيها لي كاب كيك. نبداو لهنايا بطريقه التحضير، وممتو راح نعطيكم المقادير. اول حاجه نحتاجوها هي 4 حبات تاع بيض حجم متوسط، واذا كانوا كبار بزاف تقدروا ديروا غير 3. يكونوا بيان سور بدرجه حراره المطبخ. راح نضيف عليهم رشه خفيفه تاع ملح، ونخلط البيض بالباتور. تقدروا ديروهم غير بالفوي ماشي مشكل، لكن بيان سور بالباتور احسن لانه راح يطلع لكم البيض مليح. بعد ما يطلع معنا البيض راح نزيدوا السكر. انا استعملت لهنايا السكر البني. عندي لهنا كاس غير ربع، تقدروا ديروا نتوما السكر العادي الابيض، تقدروا ديروا حتى الكاس. انا لهنايا نقصت شويه كميه السكر، نتوما تقدروا ديروا كاس تاع سكر. ونزيدوا كذلك نضيفوا له نكهه. انا ضبط لهنايا نكهه تاع القهوه، لانه راح نضيف له حبوبات تاع الشوكولاته، وكما نعرفوا انه الجو تاع القهوه يتماشى بزاف مع الشوكولا. وبعد راح نضيفوا الزيت. عندي الزيت نصف كاس تاع زيت العادي، زيت نباتيه. ونحتاج كذلك ياغورت طبيعي، وكذلك تقدروا ديروه بالنكهه تاع الفانيلا. عندي لهنايا نصف كاس تاع ياغورت طبيعي، وتقدروا تعوضوه بالحليب اللي يكون دافي. لهنا راح نضيف نص كاس تاع مايزينا كذلك. لهنايا السر باش يجيكم الكاب كيك تاعكم خفيف ولا لي مادلين خفاف، ضيفوا نصف كاس تاع مايزينا. ومن بعد راح نضيف الفرينه تاعنا. عندي لهنايا اولا ضفت كاس، راح نضيف عليه الخميره الكيميائيه. نضيفوا 2 اكياس تاع خميره كيميائيه. لهنا نبقاو نضيفوا في الفرينه حبيباتي حتى كي نلقاو الخليط تاعنا ثقال. ما نخلوش الخليط تاعنا يكون ثقيل بزاف وما يكونش خفيف، يكون بهذا القوام اللي راكم تشاهدوا فيه. واخر حاجه راح نضيف له حبيبات الشوكولاته. لهنا حبيبات تاع الشوكولا راح نشوفوا لهنايا راهم بداو ديجا ياكلوا فيها. راح نضيف لها كم ملعقه صغيره تاع الفرينه، هكذا باش ما تهبط لكمش كامل كي الطيب ما يهبط لكمش كامل في القاع لي بيبي تاع الشوكولا تاعكم. ولا من الاحسن انكم تضيفوها في الفرينه من قبل. انا لهنايا غير نسيتها، هبطت كومام، هبطت شويه. من الاحسن انكم في البدايه كي تبداو ديروا في الفرينه تاعكم ضيفوها معاها، خلطوها معاها.
ومن بعد نبداو نعمرو في لي كاب كيك تاعنا. نعمرهم نعمرهم اكثر من نصف، ماشي معمرين كامل وما نخلوهمش في النص، اكثر من نص. معناتها هذوك اللي كيسات تاعنا غير ربع، نخليو غير ربع برك. هنا وكا لمسة أخيرة قبل ما نديرهم في الفور يطيبوا، راح نضيف لهم هكذا حبيبة تاع الشوكولاتة. نحاولوا نديرهم هكذا للزينة باش يبقاو لنا باينين. هنا الكمية اللي درتها معاكم ولا المقادير اللي درتها معاكم، تحصلت على 16 بياسة تاع كاب كيك. لهنايا بيان سور الفور تاعنا راه سخون، ندخلوهم في الفور ونتلاقاو في الاخير كي يطيبوا لي كاب كيك تاعنا. لهنا هذه هي النتيجة تاع لي كاب كيك تاعنا. شوفوا كيفاش يجوا هشاش، فريمون يجوا بزاف هايلين. تقدروا تحضروهم في رمشة عين الكوتي للولاد، اكيد راح يستمتعوا بهم. وغسات سهلة يعني، كامل المقادير موجودة في كامل البيوت، تقدروا انكم تحضروها وتستمتعوا بها. ونتمنى انه لي فيديو اللي راني نديرهم لكم ينالوا اعجابكم، واذا بغيتوا كاش اقتراحات ولا ما عليكم الا تخليوها ليا في التعليقات. ونقول لكم تهلاو في روحكم وتبعوا هكذا البقية تاع الصور تاع لا فيديو، ونشوفكم في فيديوهات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.